جمهيرات خلف الجبل خيل العدا مطاليها تركض وراعيها البطل بين القنا مواليها يلي تروم قتالنا تشوف عزمات رجالنا بأرضنا وجبالنا معنا الحياة جمهيرات خلف الجبل خيل العدا مطاليها تركض وراعيها البطل بين القنا مواليها هي أرضنا هي أرضنا نحميها ونحمي عرضنا خلي العدو من فرضنا بسهولها وجبالنا جمهيرات خلف الجبل خيل العدا مطاليها تركض وراعيها البطل بين القنا. مثل ما شفتوا معنويات الجيش كثير مرتفعة والمسلحين جبناء مثل ما شفتوا عم يحرقوا البيوت وعم يدمروها قدامنا مشان ما نتقدم. يعني فينا نقول قديش صار الجيش مسيطر على الخالدية وشو كان وضع المجموعات المسلحة بالخالدية؟ بالنسبة للخالدية نحن وصلنا على دوار القاهرة من جهة اليمين واخذنا الكتل كلها الاولى والثانية والثالثة وقريبا الكتلة الرابعة والخامسة وبإذن الله سنصل إلى الشارع الرئيسي. وضع المجموعات الإرهابية ومعنوياتهم منخفضة جدا وبإذن الله بالقريب العاجل ستسمعون أخبار سارة عن منطقة الخالدية إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. تفجير الإرهاب اللي استهدف قادات بالجيش العربي السوري حكوا كثير بأنه معنويات الجيش منخفضة أو راهنوا على أنه الجيش رح ينهزم أو يتفكر، فشو رأيكم بهذا الموضوع؟ بالنسبة للجريمة الإرهابية التي حدثت في دمشق بحق القادة العظماء فإن هذه الجريمة لا تزيدنا إلا إصرار وتصميم على تحقيق النصر، ونؤكد أن الجيش العربي السوري من عناصر وصف ضباط وضباط هم قادة وجاهزون على الدوام لتحقيق النصر وإتمام المهمات الموكلة إليهم. نحن وطننا وطن واحد، نحن سوريين كلياتنا، ابدا نقتل حدا ولا بدنا نعمل حدا، لا عم نعمل شيء ولا عم نقتل انه مدني او مثل ما بيحكوا بالقنوات المغرضه. نحن سوريين كلياتنا هون، نحن عم نكافح الارهاب، جيش واحد، ارض وحده، قائد واحد، يمكن هون بيت تهدم، شارع خرب، رصيف نزل، بس بيتصلح، بس وطنك اذا راح ما فينا نغيره، الوطن غالي، وبوجه رساله لامي ولكل الامهات الشهداء اللي راحوا والعساكر الموجودين بالجيش هلا حاليا، نحن هون بنقاتل مشاننا ومشان عرضنا ومشان ارضنا. يا امي لا تبكي علي اذا متت انا رح ضل طيب وطني طيب مذكور، رح ضل رمز مثل اي رمز صار بهالبلد، صار شهداء وراح شهداء، بس نحن رح نضل باقيين. سوريا بحياتها ما ركعت وبحياتها ما بتركع، وبده يقرب على طرف بدنا نمحيه من سوريا الله حاميها. روح قدام نبديك يا بشار، روح قدام نبديك يا بشار، روح قدام نبديك يا بشار. لأن جراحهم نزفت ونخوة عزهم عزفت نشيد المجد للأوطان، لأن الأرض مطلبهم ونور الحق مركبهم، تجرد من بقيتهم رجال آمنوا قرأوا إذا جاء، رجال عاهدوا صدقوا وقد شاءوا كما شاء، صفاء النفس وحدهم فجل حديثهم صمت وبعض الصمت إيماء، لذا هبوا كأعصار فلا يبقي ولا يذر، لهم في الموت فلسفة فلا يخشونه أبدا، بذا أمروا لأجل بلادهم رفعوا لواء النصر فانتصروا.